أول ما تلاقي نفسك بقيت عادي كده، مش بتتضايق زي الأول، مش بتزعل زي ما كنت بتزعل، مفيش حاجة بتهزك زي زمان، ما بقيتش تتوجع من أي حاجة وبتاخدها ببساطة، بقيت بتسكت لما حد يزعلك، بطلت تنفعل وتحاول توصل لحلول. لو وصلت للمرحلة دي اعرف إنك وصلت لمرحلة اسمها التعافي الهادي. ما بقاش عندك طاقة تعاتب ولا تلوم، ولا قلبك بيتوجع على الحاجات اللي كانت بتكسرك زمان. ما بقاش عندك شغف تشرح ولا توضح ولا حتى تبرر. اتعلمت تسيب كل واحد على راحته، اللي عايز يبعد يبعد، اللي بيقرب لك خطوة بتقرب منه خطوات، اللي مش محتاج وجودك مش بتمسك فيه، واللي بيقلب عليك بتسيبه براحته ومش بتحاول تعدله. مش معنى كده انك بقيت بارد ولا قلبك مات، انت بس استوعبت الدرس وفهمت الناس صح. فهمت انك مش مسؤول عن تصرفات البشر، وان اللي بيحبك واضح وظاهر وانت بتحسه، واللي بيقدرك عمره ما هيخليك تتوجع او تتعب، واللي حابب وجودك في حياته هيعمل المستحيل عشان يكسبك. في المرحلة دي بتكون اتعافيت، مش بس من الناس اللي بتتعبك، انت تعافيت من التعلق ومن الانتظار، من الاستغراب هو ليه بيعمل كده، ومن لوم نفسك وتوبيخها. تعافيت من فكرة انك لازم تفهم كل حاجة وتدقق في كل حاجة، او تحاول تصلح كل حاجة، او تسعى انك تنال رضا الناس في كل الاوقات عنك. الهدوء اللي جواك دلوقتي مش وهم ولا برود، ده سلام داخلي اكتسبته من كل حاجة وحشة مريت بيها وعلمتك درس جديد. أما السكوت اللي أصبح وسيلتك في كل موقف بيوجعك أو يزعجك، ده مش ضعف، دي حكمة، حكمة اللي شاف وتعلم وفهم. فلو قدرت توصل للمرحلة دي ما ترجعش لورا تاني، خليك ثابت، خليك عارف قيمتك، وخلي قلبك يعيش في سلام. التعافي مش معناه إنك بقيت أناني أو ما بقيتش تحب الناس، لكن معناه إنك بقيت فاهم أكتر واشتريت سلامك النفسي وراحة بالك.